هي أجواء الليغا، مباريات الجولة الثالثة الشوط الأول لاس بالماس ريال مدريد، يتأخر الريال بهدف سجله ألبرتو موليرو. وائل، عديدة هي نقاط الضعف ريال مدريد خلال الشوط الأول، خصوصا فيما يتعلق بالمنظومة الدفاعية، أخطاء كثيرة من لاعبي الريال فيما يتعلق بالمراقبة بالتوقع، خسروا الكثير من الثنائيات مع لاعبي لاس بالماس. شوط سيء جدا من الريال يا مهند، كعادة الفريق في بداية الموسم ده، يعني باستثناء الشوط الثاني من مباراة بلد الوليد اللي سجل فيه 3 أهداف وكان شكله جيد على المستوى الدفاعي، انما مباراه سيئه جدا ومن أسوأ الاشواط اللي اشوفها لانشيلوتي مع الريال. دفاعيا الفريق مفكك جدا، مش ممكن فريق زي ريال مدريد بطل اوروبا وبطل الدوري الاسباني الموسم اللي فات دفاعه سهل الاختراق بالشكل ده. وشوف الهدف اللي فريق لاس بالماس سجله بكل سهوله ونعومه من المدافعين ولاعيبه وسط الملعب، من التمريرات بالظبط، يعني بكل سهوله ونعومه من المدافعين ولاعيبه وسط الملعب انه يسيبوا اللاعب قدامه يتحرك بالشكل ده. فشوط سيء جدا. حتى على المستوى الهجومي نفس الاخطاء ونفس بص كم لاعب مدافع ابيض موجود يا مهند، ولكن اللعيبه كلها بتتفرج، بيروحوا سوفت جدا في الضغط، سهل جدا الوصول للمرمى. يعني عيب على اللاعبين في ريال مدريد ان يدخل فيهم هدف بالشكل ده. بصراحه لاس بالماس زي ما قلت لك في قبل المباراه مهند، هياخدوا نفس الاسلوب بتاع مايوركا، العب بقوه، العب بتركيز، العب ببلوك دفاعي متاخر واعتمد على المرتدات واستغل المساحات اللي بيتركها ريال مدريد. انما المشكله مش بتبدا عند الديفنس، المشكله بتبدا من عند المهاجمين يا مهند، من عند فينيسيوس ومبابي ودياز. الضغط عندهم سهل جدا وسيء جدا، بيسيبوا لعيبه المدافعين ولاعيبه وسط الملعب لاس بالماس ان هم يتقدموا بالكوره بسهوله، فبييجوا بزياده عدديه على لعيبه وسط الملعب اللي بالطبيعيه بيلاقي نفسه عليه 1 و2 و3 ما يقدرش يعمل الضغط عليهم. انما عامه الحاله دي موجوده في مدريد بقى لها فتره طويله جدا. على المستوى الهجومي الفريق الصعوبه اللي موجوده في وسط الملعب لنقل الكوره لقدام ما زالت موجوده وهتفضل موجوده. يمكن هو من اول الدقيقه 30 تقريبا غير سيستم اللعب وجاب ابراهيم دياز على الجبهه اليسرى ولعب فالفيردي على اليمين عشان يحسن جوده الطلوع بالكوره، رجع مودريتش جنب تشواميني، انما برضو ما تحسنتش الامور لان سوء حاله مبابي وفينيسيوس واتخاذهم قرارات غلط. حاكم منظومه دفاعيه هشه، وسط ميدان غير قادر على الربط بين الخطوط خصوصا فيما يتعلق بصناعه اللعب للخط الامامي، والمهاجمين غالب عليهم الطابع الفردي الأناني أكثر من التعاون الجماعي. هو حقيقة الحيرة كبيرة، وأنا نتكلم على اللاعب نتكلم على العمل الجماعي للفريق، لأنه مطالب الفريق لم يخسر كرة قبل أن نتكلم على الدفاع ومستوى ميليتاو الذي نزل في هذا في المباراة كان سيء، وسط ميدان كذلك سيء باستثناء فالفيردي اللي كان حقيقة جيد على مستوى الإرادة وافتكاك الكرة والمساندة الهجومية، كان الوحيد الذي يتحرك بشكل إيجابي. لكن الفريق على المستوى لما تخسر الكرة في من المفروض أن تكون هناك الكونتر بريس، بمعنى أنك تخسر الكرة تحاول أن تفتكها، تحاول أن تضغط على فريق الخصم وعلى حسب الكرة في بعض الأحيان في مناطق وبعض الأحيان في وسط ميدان. هنا ريال مدريد لا يضغط لا في مناطق لاس بالماس ولا يضغط حتى لما يتاخر. بعض الاحيان في مدرب مثل انشيلوتي يختار ان يكون في نص الملعب من اجل انه يسحب فريق الخصم، لانه من اجل انه الدفاع يتقدم بالكره، ثم من ذلك كما يسعى العديد من الفرق التي لديها السرعه في الهجوم كليفربول وكالعديد من الفرق بعد ضغط وسط ميدان تلك الكره ثم التحولات السريعه، وهذه يمكن التمريره الوحيده لمبابي كان معنا قطع الكره يمكن 20 30 متر في نص الملعب. فحتى في نص الملعب أن الفريق لا يضغط، وانه فينيسيوس يتمشى، مبابي يتمشى، مودريتش اكيد لا انا لا الوم على مودريتش 38 سنه و 37 سنه في هذا السن من المفروض ان يتمشى والكل يحترم هذا اللاعب ما قدمه الى غايه الان. فالفريق ليس هنالك الضغط في وسط الميدان، لذلك لاس بالماس هنالك حريه في وسط الميدان في الاستحواذ على الكره وتنقل الكره من الطرف الايسر للطرف الايمن للوسط الميدان، التمريرات من بين اللاعبين. كيف هذا؟ قطع ريال مدريد الشوط الثاني سيكون مغاير، سيتحسن على المستوى الاداء، وانا اعتقد انه سيسجل وقادر على الانتصار، لانه صعب ان يسبق الماتش. انا اعتقد انه وين استمر على المستوى البدني ريال مدريد اعلى سيكون افضل في الشوط الثاني. لكن الحيره في فينيسيوس كذلك، انه هذا اللاعب احنا نعده من افضل اللاعبين وبنسبه كبيره سيفوز بالبالون دور. مستواه تراجع كثيرا حقيقه في بدايه هذا الموسم.
وليس هنالك عمل جماعي في الهجوم، أين تخرج الكرة ولاعبين الهجوم، كيف التحرك، مبابي أين يتحرك. أنا أشعر أنه في اجتهادات لاعبين، لا أرى عمل جماعي، لا أرى عمل جماعي بمعنى أن الكرة تخرج من طرف أوكي غيرهم في الربع ساعة الأخيرة ل4-4-2، لكن قال لم أشاهد، وأنا أريد أن أشاهد العمل الجماعي خاصة ما بين المهاجمين. لم أشاهد هذا العمل الجماعي، أتمنى أن أشاهده في الشوط الثاني.